بعد مقتل ابن عمه في جريمة السعيدية. الممثل المغربي عبد الكريم قيسي يدين همجية الجيش الجزائري تفاعل الممثل العالمي والملاكم المغربي البلجيكي السابق عبد الكريم قيسي مع القضية التي هزت قلوب المغاربة، والتي راح ضحيتها شابين مغربيين أحدهما ابن عمه بلال قيسي برصاص الجيش الجزائري الثلاثاء الماضي أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج على متن دراجة مائية جيتسوكي بسواحل مدينة السعيدية. ونشر قيسي على حسابه الشخصي بالفيسبوك تدوينة قال فيها: قتلوا بلال قيسي ابن عمي الصغير، ذنبه الوحيد أنه عبر المياه الإقليمية الجزائرية، كان في إجازة مع أصدقائه، عاش في فرنسا، ومثل العديد من الشباب من أصول مغربية عاد إلى بلاده. قوات الأمن الجزائرية لم تجد سوى الاندفاع على هؤلاء الشباب الأبرياء وإطلاق النار دون سابق إنذار أو اعتدال، مشيرا إلى أنه تم العثور على 5 رصاصات على الأقل في جسده. وأضاف قائلا: لم يعد في إمكان القادة الجزائريين إخفاء الكره الذي يسكنهم ويكنونه للمغاربة. ومنذ فترة طويلة، منذ تأسيس هذا البلد عام 1962، قتل العديد من أفراد عائلتي على يد شرطة الحدود الجزائرية، حيث تقع قريتي بالقرب من الحدود للأسف. لقد دفعت عائلتي ولا تزال تدفع ثمنا باهظا لهذه الكراهية. وتابع الممثل العالمي تدوينته بأتقدم بالتعازي إلى والديه، وأدعو الله أن يمنحهما القوة والصبر في مواجهة هذه الامتحان الرهيب المتمثل في فقدان طفلهم. أتمنى نفس الشيء لعائلة أصدقاء بلال الآخرين، سواء الذي لازال مفقودا وللشخص الآخر المحتجز. وناشد الممثل العالمي في ختام تدوينته السلطات المغربية من أجل عرض هذه القضية أمام أنظار الهيئات الدولية، حتى يتم وقف هذه الممارسة اللا إنسانية من جانب العصابات التي تحكم الجزائر، ومن جانب شرطتهم المليئة بالكراهية التي لا تبالي بحياة الإنسان مهما كان بريئا. يضيف قيسي: